بأن شعب البحرين كلهم خلف ولي الأمر سيدنا ومولانا جلالة الملك الشيخ جاسم السعيدي. اليوم وقفة وطنية جادة، نشوف الجميع خلف قيادة جلالة الملك، الجميع يستنكر أعمال الخونة ومن يبرر إلى هذه الأعمال الشنيعة بحق البحرين. احنا في الحقيقة نحمد الله تبارك وتعالى في هذا الوطن الذي فيه سيدي جلالة الملك المعظم الذي رسخ دولة القانون، ودولة القانون تأخذ مجراها مع أي إنسان يخون وطنه ويخون ولي أمره. وجلالة الملك أكثر يعني سعة في صدره، ولكن عندما يأتي ممن يأكل ويشرب ويسكن ويتعالج ويدرس على حساب الدولة ثم بعد ذلك يكون خائنا لها، فلذلك علينا جميعا لا بد أن نعرف ليس هناك ألوان كثيرة، أما أن يكون أبيضا وإما يكون أسود. صحيح. واليوم اللون الأبيض بين في الرقعة الكبيرة جدا بأن شعب البحرين كلهم خلف ولي الأمر سيدنا ومولانا جلالة الملك، وهذا أمر ليس جديد على المواطنين البحرينيين. هناك شواذ وسيبقى في كل دولة فيها شواذ، ويجب هذا الشواذ أن يظهرون بهذه الصورة السوداء حتى نتمكن أو يتمكن منهم القضاء ويعطيهم كذلك القيمة التي يستحقونها، إن كانت القيمة الوطنية أو القيمة الخلاف ذلك. لذلك اليوم بفضل الله تبارك وتعالى وجدنا تأييدا من كل الموجودين في البحرين. إن نريد أن نقول قبائل موجودين، إن كن عوائل موجودين، إن كن أسر موجودين، إن كن أفراد موجودين، رجال موجودين، نساء موجودين، الكل يتحدث على أنهم يدهم مع جلالة الملك. وأنا أقول هذا يستحقه لما فتح لنا، جاء فجعل لنا مجلس نوابا وجعل لنا دستورا واضحا، وجعل هناك مجالس بلدية، وجعل أمور كثيرة جدا اليوم يسعد فيها وينعم فيها كل من يعيش على هذه الأرض، إن كان مواطن وحتى غير المواطن. صحيح. إن كان من الأصول عربية أو غير الأصول العربية، هم يتنعمون اليوم في هذه النعمة. ومرت علي والله حادثة عجيبة جدا في رمضان، ودعيت إلى جلالة الملك، وجدت أن الناس يعيشون على هذه الأرض البسيطة ويجدون أن يذهبون إلى بعض الأماكن التي توزع فيها الإفطار الصائم. فقلت والله إن هؤلاء الجوعى جاءوا في هذا البلد بفضل الله تبارك وتعالى، أصبح أهل الخير في هذا البلد الذين يجعلون الإفطار الجماعي أو الإفطار الذي يوزع والناس هذه تأكل، كل ذلك في ميزان جلالة الملك الذي فتح وقال للناس تعالوا. لذلك احنا نقول اليوم بفضل الله تبارك وتعالى احنا في أمن وأمان. والأمر الذي أريد أن أضيفه، هناك عندنا جهاز أمن العسكري واضح وقوي وأهدافه واضحة دفاعا عن عن ولي الأمر وعن هذا الوطن وعن المواطنين. ووجدنا بالفعل تصدوا لكل ما جاء من الأمور القاشمة على بلدنا، وأصدوهم بكل استطاعة وبكل كفاءة بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أكرر دائما نقول لا بد دعم الأجهزة الأمنية، كان قوة دفاع البحرين أو القوات البحرية، كذلك الداخلية، كذلك الحرس الوطني والأجهزة الأمنية جميعا، لأن دعمه هو الأمن لنا. اليوم بعض الناس ما يحتاج أن يأكل كثيرا، لكن محتاج أن يكون في أمن. صحيح. وهذا الأمن اليوم نطلبه، وجلالة الملك رسخ لنا قضية الأمن. الأمن اليوم على يعني أصبح هو الأول، ولا يكون أمن إلا بولاء لولي الأمر. كلنا ولاء لهم، وسيكون يدنا معهم على هذا الحق الواضح البين. وعندنا دستور بفضل الله تبارك وتعالى، أعتقد أن يعني نبراسا
وطريقا للمستقبل، حتى أبناؤنا لا يستطيعون أن يضيعون، لأن هناك من يحفظ حقوقهم الكاملة بوضوح، وهذا الذي نتمناه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ البحرين ومليكها، ويحفظ شعب البحرين الوفي. واليوم مثل ما قلت لك في بداية كلامي، إما أن يكون أبيضا أو أسودا بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمحبة ولي أمرنا. وكذلك آخر نقطة أقولها، نحن كشرعيون دائما نقول للناس، على الأئمة والخطباء وعلى الناس جميعا ذكورا وإناث، أن يدعون إلى ولي الأمر. هذا هو منهج عظيم، الدعاء لأن يثبته الله تبارك وتعالى على الحق، وهذا المطلوب منا. ولاؤنا كاملا، وكل الناس الذين يعيشون على هذه الأرض كما هو واضح، ولاؤهم لجلالة الملك حفظه الله تعالى ورعاه، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة شيخ جاسم السعيدي، اليوم شفنا قبيلة السعيدي من يعني القبائل الأولى اللي أصدرت بيان ولاء وما شابه ذلك إلى جلالة الملك المعظم. قبيلة السعيدي لها امتداد يا أخي، امتدادها من 243 سنة. هذه القبيلة ضحت بكثير من الأمور، من الأرواح وغيرها. وثم بعد ذلك حتى في من تقريبا 97 سنة آخر، يعني مما كانوا فيه من يعني عطاء البحرين. فقبيلة السعيدي امتداد، ليس وليدة اليوم. ولذلك نحن ولاؤنا ليس يعني وليد اليوم، وليس في آبائنا وأجدادنا، وإنما أجدادنا لهم هذا الولاء. فقبيلة السعيدي وهي من الظفير الذين جاءوا وعاضدوا يعني في ذاك الوقت، في ذاك التاريخ، يعني لفتح البحرين بفضل الله تبارك وتعالى. والتاريخ لا يغطيه شيء، ونحن كقبيلة من رجال ونساء وأبناء أعمامنا وكلهم ممن يكونون موجودين إن كان معنا الآن أو يعني انشغلوا، كلهم سينقلون يعني هذه الصورة وهذا السؤال الطيب. قبيلة السعيدي لها عروق ثابتة وثابتة بفضل الله تبارك وتعالى، وليس هناك نقص في القبائل الثانية، بل كلنا يد واحدة مع جلالة الملك، إن كان قبائل أو عوائل أو أسر أو أفراد في هذا المجتمع. نعم. بداية أقول لا عاش من أغضب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ونؤكد أن ولاءنا لجلالته مطلق 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 لا يشوبه أي شائب. كما نؤكد استنكارنا وندين الاعتداءات الآثمة الإيرانية على مملكة البحرين وعلى دول مجلس التعاون، ونؤكد أن أطفالنا وأبناءنا وأرواحنا وكل ما نملك فداء جلالة الملك ووطننا الغالي. حفظ الله مملكتنا الغالية، وحفظ جلالة الملك وولي عهده الأمين، وأدام علينا الأمن والأمان. اليوم نشوف قبيلة السعيدي من القبائل الأولى اللي أصدرت بيانات ولاء لجلالة الملك، الولاء المطلق. نعم، احنا اليوم نؤكد ولاءنا التام لسيدي صاحب حضرة الجلال الملك المعظم، وهذا ليس وليد اليوم، وتاريخنا في مملكة البحرين منذ فتح البحرين، فاحنا شاركنا فيه، والتاريخ شاهد على ذلك بسفن وبخيل وغيره من أمور الحرب، وكذلك السفن اللي دخلنا فيها. فهذا التاريخ واضح للجميع. احنا كلنا تحت قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة، تحت بشته وتحت أمره، ولا نطلع من طوعه، واللي يأمر فيه سيدي صاحب الجلالة احنا معه.